ماذا لو ابوك ساب لك البيت وطفش، هتعمل ايه؟ فيلم بنات عبد الرحمن. الفيلم بيحكي عن 4 ستات، كل واحدة فيهم حكاية، والحقيقة الستات هنا مسيطرة سيطرة كبيرة جدا، وابوهم عبد الرحمن. والفيلم عن المجتمع الأردني، وطبعا المجتمع الأردني شبه كتير جدا مجتمعات عربية، والمجتمعات العربية معروفة جدا ان هي بتحط الست في قالب. لكن الحقيقة بنات عبد الرحمن بيقرروا ان هم يكسروا القالب ده ويدوا للمجتمع درس. اخر يعني خليكم في حالكم عشان كل واحد فيكم عنده مصيبته. فالبنات بتقرر بعد كتير جدا ان هم يتجمعوا عشان يدوروا على ابوهم. سماح ست كده مع نفسها، المجتمع دايما حاططها في قالب كده، لكن امال ست منتقبه متجوزه عامله مشاكل وبتدخن في السر. اما زينب فزينب دي مسكينه جدا ترزيه، وتقريبا فاتها اطار الجواز. اما ختام فهي البنت الصغرى بتقرر تسيبهم اصلا وتسافر دبي تعيش حياتها.